السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، نتمنى أنكم تكونوا بألف خير. إلا كنتي أول مرة كتشوفنا ما فيها باس تدعمنا في القناة بلايك واشترك بالقناة وفعل معها زر الجرس باش يوصلك كل جديد ديالنا. كما أدعوك عزيزي المشاهد أختي المشاهدة باش أنك تدخل القناة وشاهدي المواضيع ديالها المتنوعة والمفيدة في نفس الوقت. كانت مباريات المنتخب المغربي أمام كرواتيا وبلجيكا وكندا وصولا إلى مباراة إسبانيا اللي أعطت فيها المغرب درس للمنتخب الإسباني. كانت أبجدية جديدة في عشق الأمهات والآباء، كأنهم يقولون لا تقدم لنا هدايا لكن اصنع مجدك وسنفرح ونبكي لأنك أثبتت من تكون. أنت إنسان يستحق اسم مواطن بغض النظر عن كل شيء. وكانت سجدة الشكر أفضل تعبير عن كل معاني الإيمان. درس آخر شاهده الملايين هذه المرة. نسجد لله حين نخاف وحين نخسر، وما أحلاه السجود لرب العالمين، وأنت تجعل قلوب العالم تخفق حبا بالله، وأنت تجعل الحناجير تصدح. الله عليك الله عليك. من صنع هذا الصنيع لا يكون إلا محسنا يكتبه الله مع الصديقين. إذا اكتفينا بهذين الدرسين، أي درس حب الوطن ودرس حب الوالدين، وهذا ما جسده لاعبو المنتخب المغربي في جميع مبارياتهم، سنكون قد أكدنا بكل الأدلة أننا لسنا في مباراة رياضية، لأنها كانت مباراة في التاريخ وفي الحب. مباريات صنعت بعرق ودموع اللاعبين والفريق والجماهير، وقبلهم أسر اللاعبين. ما أجمل الشعوب حينما تبني نفسها على أساس وتضع بنفسها أهدافها، آنذاك تحقق المستحيل. قطر نجحت في تنظيم الحدث المونديالي بامتياز، وقد أتعبت من سينظم المونديال القادم. والمغرب نجح في تقديم درسين من أهم دروس الحياة، بل هم أكثر من درس، ولكن الدرسين المهمين لا مستحيل مع الحب والدموع، ورضا الله والوالدين أهم من أي شيء. أما الدروس الأخرى التي أعطاها المغرب ستكون دروس مخصصة للعرب بصفة خاصة أو عامة، وكذلك الأفارقة لأنه ينتمي إلى الاثنين، لأنه بلد عربي مسلم إفريقي. أعطاهم درس بأنهم بالجد والمثابرة والعزم، وكذلك أؤكدها دائما كما قالها وليد الركراكي: كما يحلو للمغاربة مناداته براس لافوكا، وهو يفتخر بذلك ولا يمانع، بل كيهزر وكينشط مع الجمهور من اللي كيقولوا له هذه العبارة. لابد أن نغير العقلية، لابد أن نغير العقلية العربية والإفريقية بأننا لسنا أقل من أحد. هل شاهدتم كيف انتصرت السعودية على الأرجنتين؟ هل شاهدتم ذلك الانتصار العظيم؟ وذلك لم يأتي عن طريق الصدفة، بل بالجد الروح القتالية والجماعية وإحساس اللاعبين بأنهم أسرة واحدة. وهذا ما نشعره أو ما كنا نفتقده في المنتخب المغربي على مدار السنوات الماضية. جاء وليد الركراكي وبلمسته السحرية وبحسه الهزلي الجدي في نفس الوقت أن يجمع كل أفراد المنتخب المغربي حوله، دا كل واحد على عقله، بحال اللي نقولوا هو متخصص في قراءة المباريات، ولكن هذه المرة قرأ اللاعبين جيدا، كل واحد عمله بنفس الطريقة. شكرا وليد الركراكي.
كذلك أنتم أعزائي المشاهدين ما تنسوش تدعمونا في القناة، وإلى اللقاء.